هنعمل النهاردة ماسك المناسبات. يعني عندك فرح، عندك عيد ميلاد، عايزة خروجة كده، عايزة بشرتك كده حلوة، نضرة، فاتحة. ماسك سريع جدا وحلو جدا وجميل قوي، خصوصا للبنات والستات الكسلانين، لانه هتستخدميه في اي وقت. يلا بينا نشوف مكونات الماسك بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. اللي اول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. هنعمل النهاردة ماسك انا مسمياه ماسك الكسلانين. يعني انت بتحطيه في اي وقت، سريع، ماسك سريع بيجيب نتيجة سريعة. ماسك هيديكي نضارة، تبييض، شد بشرة، لو في هالات سودا هتروح، لو في كلف هيروح. بجد ماسك حلو جدا 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 لبشرتك، واستخدم لجميع انواع البشرة. يلا بينا نشوف مكوناته. اول حاجة معايا محتاجة معلقة من قشر البرتقال، سواء اللي انتي منشفاه ده او قشر برتقال عادي، اللي هو بعد ما اجيب البرتقانة بقشرها عادي، وبس هحتاج القشر بتاعها كده ان انا اغليه، ان انا اخد ميته. لكن لو مجفف زي كده هنحطه كده في الوصفة بتاعتنا. وتاني حاجة معايا معلقة من النشا، نشا الذرة او نشا الرز، ايا كان نوعية النشا، بضيفه على قشر البرتقال بتاعنا. قشر البرتقال هنا فيه فيتامين سي، بيغذي ويرطب ويفتح البشرة بتاعتنا وبيشد البشرة، ولو في كلف او سمار بيشيلهم، وفي هالات سودا بيشيلها. النشا طبعا ليها قدرة كبيرة جدا على التفتيح والتبييض وشد البشرة برضو. المكونين مع بعض حلوين جدا جدا جدا. بعد كده بضيف شوية مية وابتدي اقلب المكونات بتاعتنا بالراحة علشان النشا بتاعتنا، وابتدي احطه على وشي او المكان اللي انا عايزاه يفتح بسرعة ويبقى متغذي كده وعندي نضارة فيه لمدة ربع ساعة، او بسيبه لغاية ما كده احس ان البشرة اتشربته. بعد كده بغسل المكان ده بالمية الفترة او الدافية لو في الشتاء، بمية الحنفية بتاعتنا الدافية لو في الشتاء. في الصيف بالمية الفترة العادية. ماسك سريع جدا. انت لو عايزة تشيليه يبقى المكون ده بضيف عليه مية وبقلبه كويس قوي وبحطه على النار وبحطه في علبة واشيله في التلاجة بتاعتنا، ويقعد 3 ايام، بيبقى متواجد في اي وقت لو عايزة تحطيه في كل يوم. لكن هو كده حلو قوي برضو لو انت عايزة تعمليه بشكل سريع كده. حلو قشر برتقال. لو ما عندكيش القشر برتقال مجفف يبقى قشر برتقال عادي، وبحطه على النار بغليه وباخد المية بتاعته بصفيه وبحط معاه النشا، وبعملهم سواء على النار لو عايزة اشيله لأيام تانية، او اعمله سريع بحطه بالمية عادي وبحطه على وشي. دي كانت وصفتنا، وممكن نجربها في اي وقت يوميا، مرة في الاسبوع، مرتين، منين ما انت عايزة تخرجي النتيجة بتاعته بتبان من اول مرة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم ياريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.